بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب. بتمنى من حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي عشان كلنا ناخد ثواب ان شاء الله. فضلا وليس امرا يا جماعة نشترك في القناة بعد اذن حضراتكم. سبب تأخر التعليم في مصر ان الشعب المصري اغلبه اهلاوية. ده تصريح الاستاذ المحترم او الكابتن المحترم يحيى ابو الفتوح، نائب رئيس النادي البنك الاهلي. وبصراحة انا بحيي مجلس ادارة النادي الاهلي، احييكم واتمنى اي حد يخرج بتصريحات زي دي يتخذ معاه الاجراءات اللازمة. النادي الاهلي، مجلس ادارة النادي الاهلي كان قدم شكوى في هذا الشخص في 5 جهات مختصة عشان يتخذوا اللازم مع الشخص ده. النادي الاهلي طبعا ما بيطلعش يرد، النادي الاهلي بيشكي. وطبعا طول عمرنا عارفين النادي الاهلي بيمشي قانوني. النادي الاهلي ما بيطلعش يرد على حد، بيطلع يمشي قانوني ويشتكي. تمام. انما بقى حته ان احنا نطلع نتكلم زي الشخص اللي لسه يعني ذكر اسمه دلوقتي، فلا، الاهلي ملوش في الكلام ده. واحنا كجماهير النادي الاهلي مش هنرد عليك ولا هنطلع نشتم فيك ولا هنقول عليك حاجه، لان نادينا ان شاء الله باذن الله هيتخذ معاك اللازم. وان شاء الله ان شاء الله يعني تنال ما تستحقه. ان شاء الله تنال ما تستحقه، عشان انت بتغلط في التعليم. انت بتغلط في التعليم في مصر، تمام، وبتغلط في شريحة كبيرة قوي في الدولة بتشجع النادي الاهلي، وبتغلط في النادي الاهلي. تمام. فان شاء الله باذن الله يعني ربنا يكرمك ان شاء الله، ويعني تاخد جزائك وتنال عقابك يعني. وموضوع ان انت بقى طالع تعتذر بقى وهي دعابة غير مقصودة وهعاقب ومش عارف ايه اللي نشر الكلام ده بدون اذن، الكلام ده مش هينفعك. الكلام ده ان شاء الله مش هينفعك، وان شاء الله تنال ما تستحقه، يعني نتمنى ذلك. ان شاء الله تنال ما تستحقه، والشكوى اللي النادي الاهلي قدمها باذن الله تصيب، وزي ما قلت تنال ما تستحق باذن الله. لان انت شخص يعني الواحد اكبر من ان هو يرد عليك ويتكلم عليك ولا حتى يذكرك. والله انا مش عايز اذكر اسمك كتير عشان يعني ايه، ما مش عايز حد يعرفك الصراحة يعني. انا عن نفسي مش عايز حد يعرفك، لان انت ممكن تكون بتعمل الكلام ده غرضك ان انت الناس تعرفك والناس تطلع تتكلم عليك. تمام. وان شاء الله هتنال جزائك وتنال عقابك ان شاء الله، وباذن الله يتخذوا معاك الاجراءات اللازمه. سلام عليكم.